إذا كانت بتأسلم تتجوزها. كيف تعرفتي على الإسلام؟ كيف أسلمتي؟ حبيت الإسلام، حبيت القرآن، حبيت الدين، شفت الطهارة، شفت الحلو حلاوة، شفت الدين الإسلام مفيد وكويس الحمد لله. يعني بحكم اختلاطك أنت بلبنان أكيد مع لا ما حدا جبرني، أنا ما أسلمت لمصلحة، أنا أسلمت حبا بالدين. أقرب الناس لك بعد الإسلام حاولوا أنهم يردونك أو شيء؟ طبعا أهلي حبوا ردوني، قالوا لي إذا كان رجعتي من نحضنك، إذا ما رجعتي أنت كافرة علينا ما بنعرفك. بس ما حاولتي قطعتهم بقى، ما قاطعتيهم؟ قطعتهم. ما حاولتي انك تلجئين للسفارة لا، ايام الخليج اجت قالوا لي في اخر طيارة طالعة لفرنسا انت فرنسي لازم ترجعي بالحرب ترجعي على بلدك، قلت لهم انا ما بروح على بلدي بدي موتوني مع الاسلام. أنا سمعت يعني من خلال بحثي قبل لا أجيكي هنا إنه كنت تحلمين بالمشاعر المقدسة. الإسلام كنت كل يوم بعد يوم أشوف بمنام وإن أنا بطوف وبسعى حوالي الحرم، كل يومين ثلاثة أشوف إن أنا بطوف وبسعى وبعيط، وطبعا ده خلاني أترابط بالدين الإسلام أكثر وأكثر، إنه ده دين حلو ودين محترم، لازم أنا أعمل مثل ما هو عم بيطلب مني ربي. لما شفتي الكعبة وشفتي المشاعر المقدسة بمنامك قالوا لي راح يجيكي السعادة. سألتي المفسرين؟ طبعا قالوا لك إنه راح تنسعدين بحياتك وراح تستقيمي في السعودية. أنا صار لي 35 سنة هون. عمر تاني هون. طيب لو تكلمينا 35 سنة من حياتك في المملكة العربية السعودية كيف قضيتيها يا؟ كانت حلوة جدا، وأفتخر إنه أنا عشت في السعودية وأموت في السعودية، أحبها كتير كتير الحمد لله. ربنا اداني كل السعادة في السعودية ولسه أنا عايشة في السعودية الحمد لله.